السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هدى ملك يلا لودو. النهاردة لسه حالا من ساعة نزل التحديث الجديد بتاع رأس السنة. أنا هوريهولكوا دلوقتي. ده التحديث الجديد بتاع رأس السنة. هو فيه اتنين، في كنز السمين وفي عجلة الحظ. فالكنز السمين ده هشرحه على طول، بس عشان هو بتاع الناس اللي شحنة واللي معاه مسات وكده. هو زي كل نشاط بيجي بيبقى فيه مسات، انه هو بيديك تبعت هدية بيديك عليها مفاتيح مثلا او اي حاجة هو بيديها لك وتجمعها. هنا بيقولك كل ماسة عليها مفتاح. انت مثلا لو بعت سلام بتسع مسات هيديك 9 مفاتيح. ده زي ما انتوا شايفين لسه ما فاتش ساعتين والناس وصلت لفين. فده بتاع الناس اللي بتشحن ومعاها مسات بس. فانا هشرح التاني على طول. انا بعد 216 مسا ب216 مفتاح. وطبعا الألف الأوائل لهم جوايز. خلينا في عجلة الحظ. هو كده كده المهام اللي هو مديهالنا سهلة وبسيطة وكلنا هنلحق ان شاء الله. واهم حاجة في الهدايا اللي هو النرد طبعا، والقطعة اللي احنا قطعة الشطرنج اللي احنا بنلعب بيها. الباقي كله بقى ديت موضوع الغرفة دي 7 أيام بلالين دهب كله كلام فاضي. أهم حاجة النرد وأهم حاجة قطعة الشطرنج. طب كله هيحصل على النرد. هنشوف دلوقتي. أنا جربت بس ما جاليش أي حاجة مهمة من اللي أنا فتحته. وممكن يبقى في تجمع وتجمعهم برضو تراكمية يعني. ممكن أنا معايا 4. ممكن نفتح واحدة هنشوف. وممكن تفتح التلاتة مع بعض. دي تاني مرة تجيلي. نعمل 3 مع بعض نشوف هيجيلنا ايه. اه كله كلام فاضي يعني. مفيش ولا حاجة مهمة جاتلي النهاردة خالص يعني. مفيش حد يقلق من أي حاجة. ليه بقى؟ أنا هوريكوا ليه. وده اللي احنا عملناه. تعمل مهمة وتستلمها، وده رام مرة واحدة أو 3. هنا بيقولك إذا فشلت الحصول على النرد بعد 50 مرة هتحصل عليه في المرة ال51. يعني كده كده النرد هتاخده في المرة 51 لو عملتها 50 مرة وما جاتش. وهنا بيقولك البطايق السحرية فين، اللي هي التاجات اللي انت بتلبسها في الغرف. أنا هوريكم مكانها في الغرفة دلوقتي. تمام كده. هنا بقى، هنا كل ما تجمع 10 مرات، كل ما تعمل 10 مرات بيديك حاجات هدية. بيديك موضوع الغرفة الجديد، ويديك 5 مسات، ويديك فرصة دوران كمان. هتجمع 30 هيديك 6 قطع من الموضوع الجديد و5 مسات و2 دوران كمان. هنا لما تعمل 50 واللي بعدها تبقى 51 وهيديك فيها النرد، هيديك كده على 10 مواضيع. يبقى كده الموضوع معاك اتفتح. 3 مواضيع دول اتفتح، وهيديك 10 مسات و3 فرص للدوران. كده المهام ما فيهاش اي حاجه وسهله وبسيطه. بس المهم بس في الحظ ده اللي هيجيله النرد على طول. هنخش دلوقتي غرفه، اي غرفه بقى. هو اكيد الصوت قطع في الغرفه. هو انتوا شفتوا دلوقتي الاطارات الجديده عامله ازاي. هو الحدث كله يعني ما فيهوش حاجه، ولا اهم حاجه فيه النرد وقطعه الشطرنج بس. والموضوع يعني كده كده الموضوع مضمون. والنرد بعد المره 51 مضمون. وقطعه الشطرنج دي مش عارف لو حصل اي حاجه في اي حاجه جديده وطلعت لي هعمل لكم فيديو وانزله. بس تعمل اشتراك عشان اي فيديو انزله تلاقيه قدامك على طول وبسرعة. ولو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك، وشكرا لكم.